السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين، وكل رمضان واحنا مع بعض ان شاء الله. اول شغل رمضان لينا النهاردة ان شاء الله هننفذ مع بعض التابلو والمبخرة بنفس الغرزة. تقدري تنفذي بيهم حاجات كتير، تقدري بنفس الغرزة دي تنفذي تعليقات، تنفذي مشاريع كتيرة حلوة جدا. هنشرحها بطريقة سهلة وبسيطة. هنشتغل بالمبخرة وهنشتغل على التابلو. الغرزة حلوة جدا، عايزة اوريكي شكلها اهي. الخشب كمان حلو قوي، جاي لنا من جروب منة الله MH للخامات الهاند ميد. احلى خشب من عند منة. اشتغلنا مع بعض السنة اللي فاتت. الكعبة كانت من عندها كمان. منة بتعمل لوجوهات حلوة، احلى لوجو بصراحة انا عملته. ربنا يبارك لها. انا هسيب لكم اللينكات في صندوق الوصف. التابلو متوفر بالوان، وكمان المبخرة ان شاء الله لما تشتغلوهم هيعجبوكم. هنقول بسم الله ونبدأ على بركة الله ونشوف التفاصيل. لو اول مرة تتابعينا ما تنسيش تشتركي في القناة وتعملي لايك للفيديو وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا هشتغل النهارده التابلو والمبخره بتوعي بخيط السلسله. تقدري تشتغلي باي خيط متوفر عندك، لكن في الغرزه بتاعتنا يفضل انك تشتغلي بخيط متوسط او مائل ان هو يكون رفيع، هيديكي نتيجه افضل. انا هنا اشتغلت الاجزاء دي، هنشتغل الجزئين دول مع بعض ان شاء الله. مع خيط السلسله اللي هو المتوسط ده هشتغل بابره رقم 4. اول حاجة انا هشتغل الجزء ده اللي هو المثلث ده، هنعمله بطريقة بسيطة خالص بحيث ان انا لما اجي اشبك القطع تبقى سهلة معايا. هاجي من القاعدة هنا كده، هدخل ارتفع سلسلة، وانا هشتغل بطريقة مختلفة شوية عشان انا حابة شكل الخشب يكون باين. فهنا انا ارتفعت سلسلة، هاخد سلسلة لان انا هكون هنا الغرزة في الاخر. يعني هشتغل في كل فتحة غرزة بينهم غرزة سلسلة، بس هكونها في الاخر. خدت سلسلة، هدخل في الفتحة اللي بعدها واعمل غرزة حشو، هاخد سلسلة، هدخل في نفس الفتحة كمان في الكورنر هنا اعمل غرزة حشو، واخد الخيط معايا ورا اهو عشان اقفل بيه. هاخد كمان سلسلة وادخل في نفس الفتحة واعمل 3. يبقى انا في الكورنر هعمل 3 بينهم غرزة سلسلة. هاخد سلسلة، ادخل الفتحة اللي بعدها واعمل غرزة حشو، سلسلة، وادخل في الفتحة اعمل غرزة حشو، سلسلة، ادخل اعمل غرزة حشو. الطريقة دي ما بتخليش الخشب كله يتملى، لكن في نفس الوقت انا محافظة على انتظام الغرز مش بعيدة عن بعض. هكمل بنفس النمط ده في كل غرزة، في كل فتحة غرزة سلسلة، في الاركان غرزة سلسلة غرزة سلسلة غرزة سلسلة 3، واكمل ونيجي في النهاية ونقفل الدور مع بعض. دلوقتي عشان اشتغل القاعدة بتاعة المبخرة، انا هشتغل على الخشب مباشر، مش هعمل سطر حشو. يعني هنا في التابلو انا اشتغلت سطر اللي هي الغرز اللي على التابلو، اشتغلت غرزتين في كل فتحة لان الخيط بتاعي مش سميك قوي، فاشتغلت فتحتين يعني غرزتين. لو انت خيطك سميك تقدري تشتغلي 2 1، يعني فتحة فيها 2 وفتحة فيها 1. طيب انا هنا هنا اشتغلت على السطر اللي هو الشغل، اسست سطر على الخشب واشتغلت عليه الغرزه لان انا كنت عايزه التابلو يبقى كبير شويه، لكن انا هنا مش محتاجه اكبرها قوي. فانا هشتغل بنفس طريقه الغرزه، لكن هشتغل على الخشب مباشر، مش هشتغل اللي هو السطر ده. تمام، هو ده بس هيبقى الفرق الوحيد بين الاتنين. فهشوف مع بعض ازاي بشتغل على القاعدة بتاعة المبخرة على طول بالغرزة دي. هجيب الخيط بتاعي اهو، هبدأ اوصل الخيط. هاجي اهو في اول غرزة عندي هنا وليكن دي، هبدأ ارتفع سلسلة 2 3 في اول غرزة، بس هرتفع 3 سلاسل وعشان ابدأ اكون الشغل بتاعي. هاجي ادخل، انا عندي 3 سلاسل، هدخل في الغرزة اللي في النص اللي هي تاني واحدة، هدخل واسحب خيط واخليه معايا على الابرة. هدخل في حرف الغرزة اللي هنا دي واسحب خيط ويبقى معايا على الابرة، وارجع ادخل في الفتحة اللي بعدها هيبقى معايا 4 فتلات، وده في اول غرزة بس. هطلع من 4
وارتفع سلسلتين. دي كده انا كونت معايا اول واحدة. ماشي. بعد ما ارتفعت سلسلتين بس خلاص، في كل الغرز الجاية هرتفع 2 بس. هاجي في الغرزة الاولانية، ادي الاولى اللي هي عند الابرة، التانية اللي بعدها على طول دي هدخل اسحب خيط ويبقى معايا على الابرة. هاجي في هنا عندي دايرة اهي اتكونت لما قفلت على الغرزة اهي، ادخل اسحب خيط بقى معايا 3 فتلات. هاجي في الغرزة اهي اللي هو حرف الغرزة اللي على الخشب، هدخل اسحب طرف الغرزة هيبقى معايا 4. هدخل الغرزة اللي بعدها واسحب، هيبقى معايا على الابرة 5 فتلات اهو. هطلع من ال5 واعمل سلسلتين منساهمش اهو. تمام. طيب انا هنا في الزاوية عشان الف الكورنر هعمل تكرار علشان كأني بعمل تزايد يعني. فهعمل ايه اهو في نفس الطريقة، هدخل في اول سلسلة انا برتفع بيها اسحب خيط وادخل في الدايرة اهي، الدايرة اهي اللي انا بتتكون اهي معايا 3، وادخل في الفتلة دي اللي هي بتاعة الغرزة اللي على الخشب ب4، وادخل في نفس الغرزة تاني واعمل الفتلة ال5 واطلع من 5 حلقات واقفل بسلسلتين اهي. يبقى انا كده بشتغل بعد كل غرزة بنقل على الفتحة اللي بعدها. في الاركان لا، بدخل فيها تاني علشان اعمل تزايد والشغل يلف معايا ما يبقاش مشدود. كمان مرة بنفس الطريقة هدخل في الفتحة بتاعت الغرزة الاولى اللي برتفع بيها واعمل واسحب خيط، وادخل في الفتحة اللي في النص واسحب خيط، وادخل تحت طرف الحلقة اللي على الخشب واسحب خيط، وارجع ادخل في الفتحة تاني هنا واسحب خيط بقى معايا 5 لفات. اطلع من ال5 لفات واقفل بسلسلتين اهي. ده شكلها اهي، شكلها حلو جدا، وكل ما بتشتغلي والدور يكمل شكلها بيبان اكتر. تاني اهو، هدخل تحت الفتلة اسحب الخيط، هدخل في الفتحة اللي اتكونت في النص في نص النجمة اسحب خيط، طرف اللي على الخشب اهو طرف الغرزة اسحب خيط. خلاص بقى معايا 4. هنقل بقى على الفتحة اللي بعدها اهي، هدخل اسحب فتلة واطلع اهو، واطلع من ال3 فتلات ال5 قصدي اهو، واعمل سلسلتين اللي بعملهم اهي. ده شكلها. لو انتي عايزة تكبريها قوي هتشتغلي السطر اللي على الخشب اللي هو الحشو، انما انا اشتغلت على الخشب هنا مباشر. كمان مرة، اخر مرة اهي، هسحب خيط من الفتلة واسحب من النص واسحب من طرف الشغل اللي على الخشب ادي بقى معايا 4، وادخل على الغرزة اللي بعدها يبقى معايا 5 فتلات واقفل بالسلسلتين اهي. اهي كده شكلها اهي بدأ يبان. هكمل بنفس النمط ده الف الدور ونيجي نشوف بنقفل الدور مع بعض ازاي. خلاص اهو وصلت لاخر غرزة عندي. هكرر نفس التكرار بالظبط اللي انا بعمله. هاجي في السلسلة الاولانية اللي انا ارتفعت بيها هسحب خيط، هاجي في الدايرة اللي اتكونت اسحب خيط، هاجي في طرف الغرزة اسحب خيط بقى معايا 4، هاجي في الفتحة الاخيرة وادخل واطلع من 5 حلقات وارتفع. لا مش هرتفع بقى، اخر غرزة كده هبدأ اقفل فيها السطر اهي. ده شكل الغرزة اهي. هاجي انا هنا كنت مرتفعة سلسلة 2 3، هاجي في حرف الغرزة هنا ادخل واقفل بغرزة منزلقة وارتفع سلسلتين واقفل الشغل اهي كده، واقص الخيط بقى انا فاصلاه اهو. هجيب ابرة التنظيف هلضمها كده في الخيط اهي اهي اهي، وهاجي في طرف الغرزة من هنا كده وادخل علشان اهي تبقى كلها قفلتها واحدة بالشكل ده اهي اهي كده بس. والخيط طبعا هلحمه ورا بالولاعة وهيبقى ده شكل القاعدة بتاعي اهي.
ده شكلها الغرزة شكلها حلو جدا. ابدأ دلوقتي اقفل الهرم او المثلث اللي فوق بتاع غطا المبخرة. فهجيب القطعتين اهم مع بعض، وصلت الخيط في ابرة التنظيف، وهاجي انا طبعا مشتغلة عدد الغرز ثابت في كل قطعة منهم. فهاجي هبدأ من تحت كده اهو، هوصل الخيط من هنا. انا بشتغل في الباك لوب، بوصل من الباك لوب بس. فهاجي من هنا اهو، هسحب الخيط كده. انا عامله خيط طويل عشان اخيط بيه كل الاجزاء، تمام اهو. واجي ادخل في المقابله ليها في الغرزه اللي قدامها كده اهي. اسحبي الخيط، وطبعا امسكي الاولاني ده عشان ما يجريش اهي اهي كده اهو. وابدا بقى اخد طرف الغرزه هنا مع كل غرزة مقابلة ليها قدامها اهي، ببساطة خالص. تقدري تقفلي بمنزلقة وتقدري تقفلي بإبرة التنظيف. حاولي بس ما تخشيش بين الغرز، بين يعني فتلة الخيط، عشان ما تسحبيش فتلة الخيط والخيط ينسر معاكي اهي اهي. شد بطرف الخيط عشان ما يسحبش معايا اهي اهي. مش باينه اصلا القفله بتاعه الخيط اهي. وهبدا بقى كل غرزه هاخد الغرزه المقابله ليها واحده واحده كده، واجمع الاربع اجزاء بنفس الطريقه اهي، واشد اهي كده، واشد بس عشان انا موسعه اهي بس. وحافظي ان الهرم يبقى منتظم كده، يعني وانتي بتقفلي الغرز تبقي ضامه القطعه. بصي مقفوله كده، متبقاش مفروده، لا تبقى مقفوله كده، كاني هحطها على القاعده بتاعتي الزاويه بتاعتها كده. هكمل بقى بنفس الطريقه دي الاربع اجزاء، اشبكهم مع بعض ونيجي نشوف شكل المبخره النهائي. كده انا خلاص اهو خلصت المبخره. المبخره بقى عشان تستخدميها وتحافظي عليها، تقدري تجيبي ليها قطعه الفويل دي وتعمليها كده، تحطي عليها هنا الفحم عشان تستخدميها، عشان ما تاثرش على الخشب، وتحافظي عليها وكمان يفضل شكلها نظيف. ده شكل الوحدات اهي لما جمعناها مع بعض اهي بقى، ده شكلها النهائي. زي ما اتفقنا لو حابه تكبريها اشتغلي سطر حشو الاول، او تشتغلي على طول على الخشب زي ما اشتغلنا هنا اهي. التابلو كمان اهو بنفس الغرزه وبنفس الطريقه، اشتغليه ان شاء الله هيبقى شكله حلو جدا. وتقدري تعملي له شراشيب من تحت. الافكار كتيره بقى استخدميها زي ما انت عاوزه. ان شاء الله نتقابل في فيديوهات جديده وافكار كتيره. كل سنه وانتم طيبين، وكل رمضان واحنا مع بعض ان شاء الله بافكار كتيره. استودعكم الله واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.